أهلا ومرحبا حبوباتي، أهلا وسهلا إلى فيديو جديد. إن شاء الله هذا الفيديو يسكم صحة عافية ونشاط وحيوية إن شاء الله. اليوم حبوباتي جيتكم بوصفة تاع ليميني كيش، يعني وصفة رائعة، وصفة خفيفة، وصفة يعني بمقادير بسيطة. نتمنى من كل قلبي باش تجربوها، ماكمش راحين تندموا عليها. حبوباتي نخليكم مع المقادير. هنا اخواتي يعني راني دايره تقريبا يعني 125 غرام مارغرين. انا دائما نستعمل مارغرين لابيل، يعني عملت 125 غرام مارغرين. عندنا يعني هنا عندنا تقريبا خمس من 4 حتى ل5 مغارف يعني زيت. هذه يا حبوباتي هنا نضيفوهم، يعني نضيفوا المقادير ونذكروا بال يعني الجراماج تاعنا. عندنا كذلك حبة بيض كاملة، هذه هي. عندنا حبيباتي يعني بما انها مملحات، عندنا 4 ملعقة يعني تاع الشاي ملح. هذو هما المقادير تاعنا حبوباتي. يعني انا ما نستعملش لا ماء لا حليب لا ياغورت، نستعمل فقط هذه الوصفة، يعني دائما معتمدتها. يعني حتى المبتدئات جربوها وما هيش رايحة تخسر لكم يعني الوصفة ابدا، ناجحة مليار بالمية. هذه يا حبوباتي نخدمها هكا الفورشيت. انا دائما نحب نستعمل يعني في المارغرين نستعمل الفورشيت بدل يعني الفوي، لان الفوي راح تعذبنا شويه. ولا استعملوا يعني في هذه المرحله استعملوا لو برا ميكسور، راح يساعدكم يعني مليح باش تخدموا يعني العجينه تاعكم. هذه اخواتي يعني هكا ندخل هذيك الحبه تاع البيض مع هذيك كميه الزبده مع كميه الزيت، يعني هكا مليح هكذا. انا والله في بعض الاحيان يعني نستعمل بيتخا راح يسهل علينا الامور كثير. هذا الوصفه يعني حبوباتي راحين في الشهر الكريم تستعملوها يعني بديل البورك، يعني الانسان ينوع، ما هيوش 30 يوم 30 بوراك. يعني هاد لي كيش راحين تستعملوهم يعني في مكان البوراك، يعني وراحين تستعملوا حشوات يعني متعددة بالسلق، يعني لافيون اشي، بولي اشي، حتى بالخضرة، حتى ممكن حتى جلبانة فورة، بطاطا مقلية. يعني والله هاد لي كيش راحين يهنوكم، وراحين يعني واش كاين في المطبخ تاعكم تقدروا تحشوهم بهم. هذه يا حبوباتي راني خدمت هكا العجينه تاعنا مليح، عفوا الخليط تاعنا مليح. هنا في هذه الاثناء يعني نجيبوا لافارين امامنا ونبداو نضيفوا هكذا تدريجيا. يعني وانا دائما نحب يعني نضيف القليل من الخميره الكيميائيه اون بانسي، يعني ما تكثروش باش الشكل تاع لي كيش تاعنا يعني ما يتغيرش. هذه يا حبوباتي هكا نبداو نضيفوا الفرينه تدريجيا عفوا هكذا. يعني ودائما نعمل انا عيني هي ميزاني حتى تتحصلوا على عجينه يعني متماسكه. عفوا يعني هنايا رايحه نستعمل الايد تاعي، عجينه ولا اروع. يعني جربوها، نتمنى باش تجربوها يعني وتكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. يعني ما تستعملوش الحليب، ما تستعملوش الماء، وخاصه المبتدئات، يعني الماء راح يبسلكم شويه العجينه. فاعتمدوا هذه الوصفه يعني وادعوا لي دعوه خير ان شاء الله. هكذا حبوباتي، هكذا حبوباتي تضيفوا الفرينة يعني تدريجيا حتى تتحصلوا على عجينة. يعني دوك نعاودو يعني انا نكملها ونعاودو نتلاقاو في لا تيكستور ولا في القوام تاع العجينه كيفاش ولات معانا. عاودنا ولينا مع بعض حبوباتي، يعني لان بعد ما لميت العجينه يعني عملتها في كيس بلاستيكي، خليتها ترتاح يعني مده من الزمن من ربع ساعه حتى 20 دقيقه. هذه يا حبوباتي شوفوا يعني لا تيكستور تاعها كيفاش ولات معانا. هذه يا حبوباتي شوفوا عجينه ما شاء الله. هذه ندو يعني جزء منها نفتحوا هنا يا حبوباتي.
تجيبوا قليل من الطحين او لا فارين هكذا. ومن الاحسن يعني تستعملوا بابي كويسون هكذا، يسهل علينا الامور. يعني شوفوا كيفاش كي تحبي تدوري العجينه دوريها بكل سهوله. هذه حبتي شوفوا العجينه يعني كي ارتاحت باش راهي تعطينا في الطول هكذا. هذه حبوبتي انا دائما عندي هذا ليمول، هذو الليمول يعني اللي يديمونطاو هكا. نعمل هذه الطريقه هكا نعاود يعني نرفد هذيك العجينه هكذا ونعمل هكذا ونمشيها، يعني نمشي العجينه تاعنا كامل هكذا. هكذا هذه حبوباتي نعاودوا وحده مع بعض هكذا. شوفوا تطبعي هكا هكذا، يعني نعاودوا نرجعوا له الغطاء تاعو. هذا الغطاء يسهل لنا باش نعاودوا نديموليو العجينه هكذا حبوباتي. ونحاولوا يعني نضغطوا على الاطراف هكذا، وتحاولوا يعني السمك تاع العجينه تخلوه من 8 ملم حتى سنتيم، يعني حتى ويجوكم خشان معليش، لان العجينه راهي طريه كثير وماهيش رايحه تجي معجنه معكم. هذه حبيباتي دائما نعاودوا واحده اخرى هكذا تعاودي يعني بالبابي. شوفوا البابي شحال يسهل علينا الامور هكذا. نعاودوا نرجعوا هذا الغطاء ونعملوا هكا الحبيبه تاعنا هكذا. هذه حبيباتي نضغطوا عليها. شوفوا العجينه تالمو يعني سهله، تالمو يعني طريه العجينه، راح تتمشى معنا بكل سهوله والله بدون عناء. هذه شوفوا يعني تجيكم متحوفه تجي. انا نحبب هذه العجينه احسن من العجينه اللي يضاف لها الماء او الحليب، خاصه المبتدئات. يعني المبتدئات راح تغلبهم لما يعملوا الحليب ولا يعملوا الماء، راح العجينه يعني تطلق هذاك الجلوتين تاعها وراح تجيهم شويه يابسه. هذه حبوباتي راح نكمل انا كامل العجينه تاعنا، نعملها في ليمول تاعها، ندخلها الفرن على 180 درجه، يعني نطيبوها ابلون، نطيبوها على بياض ولا على صفار. بعدين راح نعاودوا نرجعوا نعمروها بالحشو اللي عملناه مع بعض ونشوفوا التزيين تاعها في الاخر. اخواتي بعد ما وجدنا العجينه تاعنا يعني اللي ميني كيش تاعنا ودرناهم يطيبوا، راح نديروا الحشو تاعنا مع بعض. حشو يعني انا راح نعملوا اليوم بلو بولي هاشي هكذا اخواتي. يعني عندنا قليل من صدر الدجاج يعني مطحون هكذا اخواتي. راح يعني نحلحلو هكا في قليل من الزيت هكذا اخواتي. هكذا اخواتي يعني بعد ما الدجاج تاعنا دخلوا شويه طياب راح نضيفوا يعني راس بصل. على ذاك انا عندي البصل الاخضر، على ذاك اللي ما حبيتش نديرو يعني في الاول. عارفوا انه البصل الاخضر فيه كميه من الماء، يعني راح بالخف يذبل معنا، ما راحش يطول في الطياب تاعو هكذا اخواتي. خلوه يزيد يتقلى معنا هذاك البصل. نزيدو كذلك يعني هنايا عندنا القليل من توابل، يعني عندنا نصف ملعقه ملح، عندنا يعني كذلك نصف ملعقه خلطه الدجاج، انا نحبها كثير تعطي طعم رائع يعني الحشو تاعنا. هذه اخواتي كذلك نصف ملعقه من الفلفل الاسود. هذا هما يعني التوابل. انا نفضل يعني ما نغيروش كثير في طعم الدجاج، يعني نخليه على طبيعته، ما نكثروش التوابل كثير حتى تطغى يعني بنت التوابل على بنت الدجاج هكذا اخواتي. نخلو يعني الدجاج يتشرب معنا كل هذه التوابل يعني، وهذاك البصل يذبل معنا. وهنايا راح نضيف انايا واحد المكون يعني اللي هي طماطم. راكم تشوف فيها الطماطم، يعني انا كانت عندي حب الكونجيلاتور جبتها سكفشتها، يعني راح تمد لنا
طعم رائع لهذا الحشو يعني، وما يجيش الدجاج تاعنا ناشف معانا. هذه يا اخواتي يعني نخلو هاد الطماطم يعني تطلق هذاك الماء تاعها وتشمخنا الدجاج تاعنا يجي يعني ما شاء الله. هذه يا اخواتي هذا هو الحشو تاعنا، نخلوه نقسولو على نار قليله ونخلو الدجاج تاعنا يعني يدخلو طياب بيان. وفي الاخير يعني راح نضيفو، مانيش راح نزيدها دركا يعني باش ما يكحلش معنا المعدنوس، راح نخلو الدجاج يعني يدخلو شويه طياب وهذيك الطماطم يعني تنشف من الماء تاعها. بعدها راح نضيفو يعني هذا النص ربطه تاع المعدنوس. هذه يا اخواتي بعدين راح نخلو الحشو تاعنا يبرد ونشوفو كيفاش نعمروه في ليكيش تاعنا. كذلك اخواتي يعني لهذا ليكيش تاعنا عندنا صوص بيشاميل يعني اللي راح نرافقوها مع الدجاج تاعنا كذلك باش يجينا عنده طعم شباب ويعني ويجي مشمخ معنا ما يجيش ناشف. عندنا ملعقه زبده يعني في كسرونها هكا ثقيله اخواتي، راح نعملوا ملعقه زبده كذلك، وعندنا يعني ملعقة زبدة مع ملعقة فرينة، راح هكا نحمسوهم قليلا على نار هادية. هذه يا اخواتي لما تذوب معنا يعني هذيك الملعقة تاع الزبدة هكا حاولوا باش يعني تخلطوا وتدمجوا مليح هذيك ملعقة تاع فرينة مع ملعقة الزبدة هكذا كما راكم تلاحظوا اخواتي. هذه ومن الاحسن يعني تكون عندكم كاسرول ثقيله هكا يعني باش تنجح معكم لاصوص بيشاميل. بعد ما ذابت معنا يعني هذيك ملعقه الزبده يعني ولا فارين ندمجوا بيان، راح نجيب عفوا اخواتي راح نجيب كاس حليب هكذا نضيفه تدريجيا عفوا هكذا ونستمر يعني في الخلط هكذا هكذا نخلوها تثقل معنا. يعني في هذه المرحله راح نزيدوا ربع ملعقه فلفل اسود مع ربع ملعقه من الملح، يعني انا راني عامله مع مقادير قليله، انتم الا حبيتوا كميه كبيره تضاعفوا المقادير. يعني انا عندي كميه قليله تاع ليكيش وكميه قليله من الدجاج، فهذا الكاس تاع ممكن 180 مليلتر راح يكفي باش يغطي لي كامل الكميه تاع الكيش تاعنا. هكذا اخواتي يعني نستمروا راح نجيب فوي ونجي هكذا اخواتي يعني بالفوي. والنصيحه هي اللي نقولها لكم يعني انه لاصوص بيشاميل ما لازمش نغفلوا عليها ونروحوا نخدموا حاجه واحده اخرى راح تتكتل معنا وراح تضطري باش تصفيها وراح تعب اكثر باكثر. لا نوقف معها هكا حتى تعطيني نتيجه مليحه وراح نرتاح يعني من المره الاولى. هكذا اخواتي يعني شوفوا كيفاش مدت لنا نتيجه رائعه يعني لما نستمروا في التحريك هكذا. وراح نخلوها يعني شويه خفيفه. هنا راح نطفوا عليها النار هكذا يعني خفيفه ماشي ثقيله بزاف هكذا. هذه يا اخواتي لاصوص بيشاميل تاعنا، راح نشوفوا كيفاش راح ندمجوهم مع بعض. خرجنا ليكيش تاعنا من الفور، راكم تشوفوا يعني اللون اللي خضاوه يعني هذه هي. شوفوا هكذا يديموا له يعني فاسيلمون، والله صراحه مني وصدقا مني يعني جاو يذوبوا ذوبان بدون ما بدون حليب للمبتدئات. يعني ما تستعملوا لا حليب لا ما، يعني استعملوا الخطوات، تبعوا الخطوات اللي استعملتهم في هذه الوصفه وراح تنجح لكم ما شاء الله. يعني شوفوا هاهي يعني هكذا راح نقسم معكم وحده يعني شوفوا ها الدليل يعني لما جيت نخرجها يعني شوفوا كيفاش تقسمت معايا يعني والله ذوبوا ذوبان. اكيد يعني للمبتدئات الوصفه هذه راح تساعدهم كثير.
هاو الحشو تاعنا اللي طيبناه مع بعض اخواتي. نعتذر يعني عن الصوت المسكوم. هاهم الحشو تاعنا. شوفوا يعني هذوك الحبيبات تاع الطماطيش اللي سكرفجناهم عطاو له لون وعطاو له طعم. هذا الحشو يعني صراحة رائع، حشو رائع. وها هي معانا يعني كريمة الجبن. في التحضير يعني راني ما ذكرتش معكم لما عملت لاكرام، عفوا يعني. هذه هي اخواتي راح نعمرو يعني ليكيش تاوعنا هكذا. هكذا نعمرو حبيبه ولا اثنين مع بعض هكذا باش الفيديو ما يجيناش طويل. هكذا اخواتي والله صدقا مني هذا الحشو يعني رائع رائع. استعملوه يعني لضيافكم لافراد العائله، يحمر الوجه حقيقه. هكذا ورايحين نعملو يعني مغرفه كذلك هكذا من لاصوص بيشاميل تاعنا. نغطو كامل هذاك الحشو باش ما يجيناش ناشف. حنا في الحقيقه رانا عملنا هذوك الحبيبات تاع الطماطيش هما اللي رايحين يخلو الدجاج ما ينشفش معانا. ونزيدو هذه كريمه الجبن ولا لاصوص بيشاميل يعني هكا راح تعطينا مذاق رائع. هكذا حبوباتي رايحين كذلك عندنا القليل من الجبن المبشور رايحين نضيفوه هكا كميه. هذه حبيباتي. نزيدو كذلك حبيبه تاع الزيتون، ولو انه انا نفضل دائما يعني حبيبه تاع الزيتون ما نحبش ندخلها للفوغ راح يتبدل الطعم تاعها، لكن يعني باش تلاحظوا معايا فقط يعني الديكور. هذه حبيباتي راح نعاودو ندخلوهم للفوغ يعني تقراتيناو من الفوق فقط يعني نشعلو الجهه من الفوق فقط يعني يدو هذاك اللون الذهبي ونخرجوهم ونشوفوا الشكل النهائي كيفاش خرج معنا. ما تغيروش الفيديو، تبعوا الفيديو للاخر. هاي النتيجة كيفاش خرجت معنا أخواتي الكريمات يعني كيش من أروع ما يكون. راح نقسموا حبيبة مع بعض أخواتي باش نشوفوا يعني القوام تاعها. شوفوا والله الذوب ذوبان. إلى فيديو